الحقيقة السودان الأمور تسير عكس ما يريد محمد بن زايد. واللي حصل امبارح ده كان بسبب زلزال سياسي، وتدخل ترامب امبارح ده كان حصل بمثابة زلزال سياسي. وطبعا الجماعة في الإمارات تلقفوا القولة بتاعت ترامب إن أنا هدرس الملف بالاشتراك مع دول زي مصر والسعودية والإمارات. قال لك ده الراجل جاي لنا أهو، يعني هياخد رأينا يا راجل. وحتى الأخ مسعد بولس اللي هو بعته ترامب عشان يبقى مبعوثه لافريقيا، ركز على حاجتين: الهدنه ومنع وصول السلاح. منع وصول السلاح ده بالتاكيد المقصود بيه الدعم السريع، لانه انت لو وقفت وصول السلاح من الامارات للدعم السريع هيتلاشى. لكن ده جيش نظامي، يعني الجيش السوداني ده جيش نظامي يحق له عقد صفقات السلاح وتسليح نفسه والحاجات دي كلها. فواضح جدا ان اللي حصل امبارح ده كركب بطنهم وزلزلهم، وجرأ الآخرين على التحرك. فالنهارده الاتحاد الأوروبي تحرك النهارده، عشان بقول لك بس انك عارف الدنيا بتمشي ازاي. يعني ترامب امبارح، الاتحاد الأوروبي اتحرك النهارده. طب كنت فين يا جماعه؟ ما انتوا ده الفشره دي لها شهر وشويه. طلع النهارده الاتحاد الأوروبي أدان ما حدث في الفاشر، وأدان الدعم السريع بس، وأدان الممارسات الوحشيه القمعيه، وعمل إجراءات ضد عبد الرحيم دجلو الرجل الثاني والقائد الفعلي. يعني عبد الرحيم ده هو أخو حميدتي، أخوه الصغير، ده الرجل الثاني في الدعم السريع والقائد العسكري الحقيقي. حميدتي ده يعني الزعيم السياسي. والله ما هي دي مأساة إخواننا السودانيين، اللي هو يا جدع يا جدع، ده الشعب السوداني شعب مثقف يا جدع، ده السودانيين مثقفين جدا. ترضى إن راس الفجلة ده يبقى هو الزعيم بتاعك؟ مع كامل والله ما فيش تنمر ولا حاجه، بس ترضى الراجل بتاع تاجر الابل ده اللي كان بيبيع الناقه هو ده يبقى الزعيم بتاعك؟ يعني عيب، حتى عيب والله. يعني ما يصحش كده، ما يصحش كده على رأي السيسي، ما يصحش كده. فطبعا اللي حصل في الامارات ده طبعا، اللي حصل في السودان ده الحقيقه يعني الحمد لله بيشرح صدري. النهارده كمان كان في تقدم للقوات الجيش السوداني لغرب الأبيض، فقوات الدعم السريع رجعت لدارفور. الدنيا ماشيه. انا قلت لكم ايه؟ هنشوف بقى تغيرات على ارض المعركه لسه كمان الايام الجايه. لسه الايام الجايه هتشوفوا تحركات شديده جدا في هذا الملف لحسمه، لانه خلاص ترامب قال لك انه كل الزعماء العرب وابن سلمان قالوا لي ادخل في موضوع السودان، فلازم ندخل في موضوع السودان ده. يلا اللهم امين يا اخونا محمد، والله اللهم امين. استرنا واسترك ان شاء الله. نسترنا والله، مع الاحترام لراس الفجل، راس الفجل احسن والله. فموضوع السودان يا جماعه يسير حتى الان بشكل جيد، وللمره اللي بنكررها كل يوم قبل ما نختم، انه انكسار الامارات في هذا المشروع هيكون فاتحة خير على المنطقة كلها، على المنطقة كلها ان شاء الله. فنكثف. اوعوا تنسوا اخوانكم في غزة وفي السودان دعوة بس كل ليلة، يعني على الاقل دعوة. انا بعتبرهم دعوة واحدة عشان بس هي دعوة واحدة في كل ليلة، اخواننا في غزة واخواننا في السودان، ما ننساش ابدا ان شاء الله. هل الدعم السريع عرب ومسلمين ولا اجناس اخرى؟ اجناس كتيرة جدا طبعا، مش عرب ومسلمين فقط، لا هم مش عرب فقط، يعني جزء صغير جدا منهم، لكن معظمهم من تشاد وقبائل الجنجويد تحت في غرب افريقيا ووسط افريقيا، وبعضهم او اغلبهم بلا دين. جوه الجماعه اللي في وسط الغابات الافريقيه بتاع ما يعرفوش ربنا اصلا، ما عندهمش دين. يعني في بعضهم لسه بيعبدوا الاوثان وبيعبدوا الاشجار، ده ما فيش الكلام ده خالص.